في بتاعت بورن عارف كده. اسمه معي. انا مش مثلا عارف مش عارف مدى الإفكت. افكتها مش عارف، بس احنا احسن من كنا بلاش طبعا. شاركنا في ايفنت ليهم، احسن من بلاش. ما كيفتش قوي فيه يعني، بس احسن من بلاش يا عم. احسن ايه؟ من بلاش. احسن من بلاش انه مفيش حاجه. مم. لا طبعا اي حاجه احسن من بلاش، حتى لو مش غلط. مش دايما. لا مش غلط يعني قصدي لو نص لبه يعني لو بتصلح 1% احسن بلاش. اوكي انا بدأت على فكرة. صورنا. لا ما صورتش، بس ده اوديو يعني ممكن يبقى موجود. طيب. واي هو انت عارف انا كنت بعمل بتاع اسمها واعي صح؟ ليه بتعمل يعني ايه؟ ما أنا كان عندي حلقات كده قصيرة 5-6 دقايق. فاحنا سمينا دي وعي يعني، فانت هتدخلهم في بعض. هشيل بقى التانية. شيلها وما تطلعش الحته دي. لا قصدي عشان كده هضمهم. مراتي قالت لي ده تكمله، قلت لها لا طبعا تكمله ايه. ما هو expansion يعني اللي هو خلاص في هو اصلا ده كان كنت بتكلم في نفس التوبيك. باشا احنا هنا بقول لك ايه انت اصلا احنا يعني بودكاست مستقل بذاته، مش قائم عليك ولا عليا يا ابني، ده هينزل عندي اصلا على القناه. لا نعمل له بقى حاجه لوحده، نعمل له حاجه لوحده عشان والله. هو انت اصلا ينفع تنزل بلاي ليست مثلا مشتركه بين قناتين؟ طب ما نعمل كده خلاص، ونزلها عندي وعندك وعند الناس كلها. كويس عشان انا عندي ميعاد. لا عنديش ميعاد الصراحه يعني، فاضي بس يعني المرات اللي جايه مش هبقى كده قوي يعني برضه. بص يا حزوم، احنا قلنا 1 وبنصور 2.5، فدي حاجه هنظبطها شويه مع الوقت. اوكي اهلا بيكم في واي. اوكي this is interesting. it's very interesting الصراحه يعني. لابسين زي بعض صدفه عشان بس ايه الحوارات والله بتاعت انا قلت البس يعني عشان ادخل السرور عليك. نايس. وبرضه البتاعه دي لو انت بتلعب رياضه بقالك فتره فهي كويسه. بالداري. فهي كويسه نايس. بس حلو ان احنا كل مره نحاول نطقم يعني. لا اصل انا الحوارات دي كانت بتحصل فيا انا واخويا واحنا صغيرين، فانا بكره عارف حد يلبس زيك. عارف تلبس طقم اخضر مقلم وانت في العيد وبتاع. اهلا بيكم في لازم نقول حاجه كل مره حاجه. طيب حلقه جديده. انا مش عايز اركب دور الهوست من اول لحظه يعني. بس يعني مش يعني الحوار جامد الصراحه بالنسبه لي ان انا اعمل حاجه مع حد، عارف اللي هو ايه. ما عملتش يعني كل حاجه لوحدي، كل حاجه فرداني كده. فاتس انترستينج ان الحوار يبقى يعني بتاعنا احنا الاثنين. حاجه اتمنى انه يبقى كده يعني، اتمنى انه يوصل للناس ان ده مش بتاع حازم، ان انا ما اكلش الجو يعني. ان ده مش بتاع حازم. طب بقول لك ايه عشان المشكله ان انت مش لابس السماعه، فانت مش سامع. مش سامعك؟ لا انا سامعك. انت مش سامع نفسك يعني، انت لما بتبعد كده فهمت الحوار بيضيع خالص. خلي الافضل كده. يعني ماشي عارف. ماشي. فهو مش بتاعي لوحدي خالص طبعا يعني. انا كان عندي سيريز اسمها وعي وانا بحب جدا فكره انه لو في حاجه مناسبه اللي احنا بنعمله، اسم كان موجود قبل كده، فكره، ايه المشكله ان احنا نطورها؟ خصوصا ان وعي دي اصلا كنت بعملها مره و3 شهور، لا عارف. وكانت كام حلقه مثلا ولا ايه؟ 4 5 يعني مش كانها ما اتعملتش يعني. ماشي، او كانها اتطورت. ما انا كده مش هكملها هناك يعني. فاهم. لا احنا هيبقى هتعمل لنا لوجو حلو الوعي دي. اعمل لوجو مختلف ان شاء الله. لازم. هو المفترض يكون موجود دلوقتي يعني. المفروض يكون اتعمل اصلا يعني. وبالانجلش بقى احنا قلنا ايه؟ هتتكتب انا مش شايف ان احنا مضطرين نكتبها بالانجليزي اصلا يعني. مش انت قلت عشان لما الناس تدور عليها وكده هيكتبوا وعي بالعربي؟ طب ما خلاص، ما انت ليه قلت لي لازم يبقى في انجلش فيرجن؟ انا ما اعرفش، انا فاكرك كده قلت لي كده لما نكتب حاجه. طب كويس خلاص، مش لازم انجلش اصلا. مش لازم بس وعي وبودكاست بالانجلش تحتيها صح؟ مش لازم بودكاست حتى، هي يعني مجرد ان هي موجوده على الابس بتاعت البودكاست خلاص فهو بودكاست. والسماعات والحاجات دي بتفهم ان هو بودكاست. وعارف الفلاير اللي هو الشاشه مقسومه نصين دي. ايوه والبتاع المشكله فيها انه السيتنج الاحمر اللي كل الناس بتقلده دلوقتي. السيتنج اسمها ايه؟ شريطه باين
يعني الحاجات دي بتبقى فاهم ما فيهاش لعب ليه في الديزاين. بس في حاجه حقيقيه بجد. عارف انا عايز، هو في ترند امم للبودكاستنج واللي هو ايه، كل الناس مش عارف حاجه كاست، مش عارف حوارات ايه. فالبودكاستنج حاجه قديمه جدا يعني، مش احنا ولا اخترعناها ولا اي حاجه يعني. احنا ربنا كرم بس ان احنا نكون ايه في الموجه بتاعه حصل وعي. يعني فاهم في مثلا فاهم. فاحنا عايزين نتخطى مرحله اللي هو ايه، احنا بنعمل البودكاست مش عشان احنا بنعمل بودكاست، عارف. احنا بنعمل بودكاست عشان هو مناسب للفورمات اللي احنا عايزين صح. نعمله. ومتخطين الهلك بقى بتاع انه يعني الترند بتاع الحوار اللي هو لا بالعكس، ده احنا الترند خلص خلاص. مثلا لا فعلا انا اقول لك هو حاجه. ما خلصش على فكره يعني لا لسه. قصدي يعني اللي كان عايز يعمله كموتيف انه في ترند كان المفروض يعمله من فتره. وانا بالنسبه لي بالعكس، يعني انا بالنسبه لي انا اصلا كنت بهمش من فكره البودكاست جدا. واللي هو ايه الهبل ده دايما فاهم. حتى اللي بره بالنسبه لي يعني ايه واحد حتى البودكاست اللي بره مش لازم تتشاف، هي بتتسمع. بيبقى ابلكيشن صح. وبعدين كان بالنسبه لي ايه الهبل ده، ويقعد يسمع ساعتين. ده البودكاست مفيش بودكاست ربع ساعه، البودكاست كلها. وفي واحد بقى مشغله في الطريق وماشي، فكنت اقعد اقول الكلام ده تعبان عشان انا تسمع دروس. انت يعني انت متعود على اللونج فورمات. بس فكره كمان البودكاست ان احنا قاعدين بنتكلم من غير مفيش فورمات التحضير وكأن انا مش يعني فاهم قاعد في حته عاليه شويه عشان انا دلوقتي مختلف عنكم، انا دلوقتي اللي بقوله الكلام ده. عامه التغيير نفسه مش مريح عامه. فبرضو التغيير في الشكل لشكل البودكاست كان بالنسبه لي الناس دي بتفرق فاهم. فكنت دايما صادد من موضوع البودكاست. فانما بعد كده بقى ايه لقيت يعني الناس بقول لك بتكومنت على فكره بودكاست بشكل قوي جدا جدا يعني ومرتاحين ومبسوطين. وفي ناس ما عرفتنيش غير في البودكاست بتاعك ده، مع ان يعني انا طلعت معاك حتى انت في حاجات ثانيه. ف فبقيت ماله شويه في حته انه على فكره الفكره دي جامده، فحبيتها. فعشان كده احنا بنعملها دلوقتي عشان هي مستهويانا يعني. انما بقى ترند مش ترند، ما هو بص يعني الموضوع ده اصلا متعب قوي، موضوع انك تقعد تستنى الترند وتعمله، فتستنى الترند وتعمله، موضوع متعب شويه او تستناه يخلص عشان تدوس. وانا بجزع جدا اصلا من لما اكون بعمل حاجه والاقي ناس تانية بتعملها بقفل. عشان كده الفلوجز قافل او قفلت من فتره. عشان كده البودكاست عارف جازع جامد جدا برضو منه. بس برضو هي ما انتشرتش زي مثلا الفلوجز. هي لسه يعني هي لسه يعني. لسه. واللي مضايقني اكتر مش ان الناس بتعمل، يعني انا عندي بالعكس حاجه حلوه جدا الناس تعمل. انا مضايقني بس انه ايه الحوار فيه مساحه للكرياتيفيتي كبيره. مش لازم يعني مش لازم تانترفيو ناس بس. عارف ممكن تطلع انت واحد صاحبك يبقى هو الحوار عنكم بس زي ما احنا بنعمل مثلا يعني. أيوة. ممكن تعمل بودكاست عن الستوري تيلينج، ان انت تطلع تحكي قصه وتعمل ساوند افكتس وانفجارات وزي المسلسلات بتاعه الراديو الحقيره اللي كانت مثلا يعني. في افكار كتير جدا عارف. فانا بس ايه اللي كان بيضايقني انه لان انا كنت كاتب تويت عن الحوار ده والناس فهمت غلط يعني. اللي هو ايه كنت كاتب مش فاكر بالظبط بس اللي هو ايه مين تاني لسه ما عملش بودكاست حاجه زي كده يعني. اللي هو بتريق شويه بس فالناس فهمت غلط اللي هو ايه هم فهموا مثلا اللي هو ايه ايوه كأن انا اللي عملت. انا مش قصدي كده، انا قصدي يا جدعان انا شخصيا بحب التفرد شويه. فبحب يبقى معايا لابتوب مختلف مثلا عارف. وممكن اجيب حاجه مختلفه عشان حتى لو هي مش احسن حاجه. يعني مثلا معايا جوجل بيكسل مش هتلاقيه تقريبا في مصر فاهم. مش جامد ولا وقديم وكل حاجه بس مجرد ان هو مختلف عارف. فانا بحب ابقى مختلف. انت متضايق ان انا مع ان انا لابس طبرك مع ان انا لابس ماشي بس لا يا جماعه. حازم كان اول ما كده قال لي طب انا هخش اغير. انا جبت هودي تاني اصلا كان هيغير وجاب لبسه بس انا قلت له لا والله. بس مش حاجه وحشه انك تبقى عايز تبقى مختلف.
يعني بس برضو اهم حاجه تبقى بالانسد. يعني تعال نفكر فيها شويه. يعني بص، هو وعي فكرته ان احنا ايه، ان احنا نشوف اكتر ونشوف احسن ونشوف اللي مش شايفينه. ف فايه مشكله انك يعني ايه ميزه انك تبقى عايز تبقى مختلف؟ يعني هل دي حاجه حلوه ولا وحشه اصلا؟ هي انا متاكد ان هي وحشه لو هي لمجرد الاختلاف. يعني ان لو عايز تبقى مختلف وخلاص، اه وتعمل هير ستايل مش عارف ايه عشان الناس، وده اصلا يعني شبه اصلا منهي عنه شويه في الدين، صح؟ ان انت تبقى تشز قوي. صح، اللي هو اه لباس الشهرة مثلا وحاجات زي كده، صح؟ اه الدافع. ما انا صح. طب امتى تبقى كويسه؟ هي غالبا هي اكيد مرتبطه بحاجه برضو فطريه شويه، انه انت عندك كيان، فده انا. بس انه برضو نوصل لمرحله انه انا لازم ابقى مختلف اختلاف شاسع بيني وبين كل الناس، ده اصلا مش هيحصل. يعني ده يعني في واحد دلوقتي لابس البتاع دي، ما انت اصلا يعني انا عامله بتبيعها. عشان الناس يعني تشتري انت عامل اصلا. عشان الناس تلبسه، ولو مصر كلها لابساه انت هتبقى اغنى واحد في مصر، فهتبقى مبسوط. فيعني ال to a certain extent. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا خليفوا اليهود. مم. فالمسلمين الجروب ده كان لازم يبقى مختلف عن اليهود، وكان في دافع مم. انه الكيان بتاع الاسلام يظهر ويتشاور عليه ويتعرف هو مين وكده، فده كان دافع كويس. انما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، لما وصلوا المدينة، اللي هو يعني على البوابة يعني، الناس خارجة عليه. هو كان معاه مين؟ سيدنا ابو بكر. فالناس خارجة تجري على سيدنا ابو بكر، مم. ومش عارفين مين النبي، مم. لان هما اتنين نفس شكلهم واحد، لبسهم واحد. فسيدنا ابو بكر قام عامل نفسه بيحميه من الشمس، مم. عشان الناس تفهم انه يعني باين قوي يا جماعه مش انا هو ده النبي، فاهم؟ ففعلا هو كان برضو في في الحته دي مش لازم اتميز في الشكل مثلا، في ولا؟ الشكل. أوكي. هو قعدته مع الصحابه هو وكلهم زي بعض، كلهم نفس الشكل، مم. مم. يعني كلهم نفس اللبس، نفس الدقن، نفس فاهم؟ فهي حاجات وحاجات. مم. مم. بس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في صح صح. حديث طويل. انا برضه هفضل اعمل كده بما ان احنا مش محضرين. عادي عادي. ما انا عارف انه عادي. انا عايز اعتذر بس عن الصوت بتاع ده طالع فعلا الشاكوش ده، طالع يعني طالع في الباك جراوند كده، مدي امبيانت لذيذ كده، عارف يعني. حاولت يعني مفيش، يعني هحاول اشيله لو ما اتشالش فانا اسف، ولو اتشال فالفقره دي ملهاش اي لازمه. واحنا يعني انا معايا كاميرا واحده بس دلوقتي، فاحنا بنصور من زاويه واحده بس. ان شاء الله يعني قريب هيبقى معانا كاميرا تانية ان شاء الله. مش عارف اطلع الحديث قوي، بس انا فاكره جدا. كنت عايز اقرا نصه لان هو طويل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه، مشاور مثلا على سيدنا ابو عبيده وما قال ايه امين الامه، ومشاور على سيدنا خالد وما قال ايه سيف الله، ومشاور على سيدنا عمر الفاروق. كل شويه كان يشاور على صحابي ويقول نيك نيم مثلا، مش نيك نيم يعني title. الحاجه اللي بتميزه، اوكي، الصفه اللي بتميز شخصيته في الدين. مم. فدي كانت حاجه حلوه، هو عايز يقول لهم انت كويس في ده، وانت مميز في ده. والصحابه كانوا كده، اغلبهم كان فيهم متميزين في ابواب. فهي فكره النيه. يعني انا متخيل ان انا ابقى مختلف عشان اسيب امباكت مثلا، صح. ماشي. ابقى مختلف عشان ابقى عند ربنا مميز، ماشي. ابقى مختلف عشان ايا كان بقى الاجابه هتبقى ايه. طالما هي اجابه حلوه يبقى حلو انك انت مختلف. وممكن بقى يبقى انا المفروض ما ابقاش مختلف عشان اجابه حلوه برضه. يعني دي برضه ممكن، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله. ما ينفعش لباس الشهره ده اللي هو ايه، انا رايح مش عارف فين، طب انا هضرب فاهم بدله لوي فيتون عشان اول ما اخش عارف all eyes on me. متاكد ان هو ده يعني يعني لباس الشهره ده. بس انت كده مش مميز قوي يعني. انت ممكن في ناس يبقوا في الحفله لابسين نفس لا، لباس الشهره هو نيته انه ايه، مش ان الناس تقول عليه شكلي كويس. اوكي. نيته عارف all eyes on me دي اغنيه لتوباك. فهي فكرتها انه في الاخر انتوا كلكم باصين على انا في الساحه واقف، فاهم انت؟ ده غلط. يعني مازن كان لسه ليه فيديو بيتكلم في المرض ده،
ده مرض ان احنا عندنا في الدين ما ينفعش يبقى عندك المرض ده، السعي ان انا ابقى اجمد واحد فيكم، ده مرض، ده اسمه عجب وكبر عندنا. امال ايه العجب والكبر؟ ان انا ابقى شايف نفسي اجمد واحد، وان انا ابقى عايز تقولوا لي ان انا اجمد واحد وتشاوروا عليا، ده في الدين يعني في الدين دي ده مرض في نفسك. ليه؟ لان انت مش اجمد واحد، انت واحد من المسلمين. اوكي. يعني من احسن قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، مش انني اجمد المسلمين، ده من احسن قولا، ربنا يقول ده احسن واحد قال جمله. فاهم؟ انني من المسلمين اللي هو انا واحد في منكم يا جماعه. بالعكس انت المفروض تشوف نفسك يعني انا المفروض اشوف نفسي اوحش منك، لان انا عارف ذنوبي ما اعرفش. طب ايه هي ايه محددات ده؟ لان انت دلوقتي قلت حاجه مخيفه الصراحه. يعني اللي هو واحنا يعني انا عشان البس يعني فين الخط بتاع ان هو انا عايز البس حلو؟ النية بدك الدافع بصراحه، هي النية. انا بعمل كده ليه؟ يعني ممكن نفس الشخص في نفس السيتنج بنفس اللبس ده يبقى ينطبق عليه لباس الشهرة وحد تاني لا. طبعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده لبس برضو، الصحابه يعني بيتكلموا في الموضوع ده، كان عنده لبس غالي جدا، نظيف جدا، حلو جدا. كان بيلبسه لما بيقابل الوفود، الناس اللي جايه تسلم. عايز يسيب امباكت على انه المسلمين عاملين ازاي. اوكي، بس كمسلم مش كاحسن واحد في مثلا يعني. بالظبط كده. اوكي. فشعره بس على فكره شعره بتتكشف بوضوح. يعني انت ايه بتتحط في الموقف اللي يقولك انت ليه عملت دي، ما دي مش محتاجه، والعكس. فبتبقى باينه، يعني تعرف تكشف نفسك انت بتحور ولا لا. نيتك سهله قوي تعرفها، يعني المواقف بتبينها لك بوضوح. في مواقف جراي بس في مواقف تانية وصرف. انت ممكن تلبس وحش عشان نفس السبب برضو طبعا. وممكن انت عارف ان انا ما ينفعش اعمل كده دلوقتي، بس بقى بتتحط في المواقف اللي هو ايه، يعني انا خلاص انا اتكشفت، فانا عارف اني مش قادر ابقى نيتي كويسه. فانما ده مرض. انا مش عايز اعيد وازيد في الفيديو مازن، بس يعني لا خلينا برضو يعني اللي مش واضح له النقطه دي ممكن يكتب كومنت ونحاول احنا عايزين نأكد على الموضوع ده. احنا عايزين نختار اللي هنتكلم فيه بناء على اللي احنا كلنا عايزين نتكلم فيه. فالكومنتس فعلا دلوقتي حالا يعني ايه، انزل اكتب انت عايز نتكلم في ايه. عايزين نفكر الناس بده، عشان انا مش هحضر، انا هفتح طب يلا نتكلم في ده يا حازم. اوكي. فيعني افتكروا ده، وافتكر نفكر الناس بده. بس وهو اللي هيسأل سؤال ممكن يقلب بموضوع يعني. نايس. انا كنت عايز تلاش لا عادي. كنت عايز اطلع معنى كلمة وعي. انا كنت عايز اضيف برضو نقطة في موضوع الاختلاف ومش عارف ايه، انه انه يمكن الواحد مش بيدور بس، يعني مش بيدور ان هو يبقى مختلف وخلاص، على قد ما هو بيدور ان هو يبقى شبه. يعني انت مثلا انا دلوقتي عايز ابقى مختلف كويس. اي حاجة هبقى عليها هي موجودة اصلا، يعني اي طريقة لبس ومش عارف ايه. صح. فانا في سعي ان انا ابقى مختلف، انا ببقى شبه مجموعة من الناس برضو. صح. يعني انا بحب مثلا الستايل بتاع السكيت بوردرز مثلا، ماشي، اللي هو البنطلون الواسع المريح، الحاجات الباجي مش عارف. فانا انا عايز ابقى شبه ناس، فئة من الناس، عارف. صح. وده اللي خلاني على فكرة احلق شعري. ماشي. انه ممكن اكون مش مبروك، الله يبارك فيك. نضفت جدا الصراحة حاسس ان انا انسان. يعني يعني انا مثلا ممكن ما كنتش بحب الناس تقول عليا شيخ، عارف. فده ما كانش بيحصل وشعري طويل. بس في نفس الوقت في ترند بتاع المان بان والمش عارف ايه، والناس اللي برضه مش عايز تبقى معدول بالظبط. عارف. فاللي هو يعني عايز ابقى مسلم وخلاص، وشبه المسلمين وخلاص، مش لازم. واللي انا عامله ده ممكن ما يبقاش مميز، بس اريح لي من بقى ايه، من ده وده. ان انا دقني تبقى طويله قوي ومنعكشه مثلا او حاجه، فيتقال عليا كذا، او ان انا شعري يبقى طويل عشان اهرب من ان انا يتقال عليا مش عارف ايه. بس انا دلوقتي شبهك مثلا، عارف. اللي هو قشطه يعني، ومش متضايق، عارف. شبه يعني نص القصه. الحمد لله اني شبه. بلغش بس. والله بص، الموضوع ده ممكن يدخلنا في موضوع تاني. مش لازم يعني عادي دوس. لا اصل مهتم، انا عمري ما عملت كده افتح المعجم مش اشوف وعي، يعني ما احنا عارفين يعني ايه وعي، بس عايز اشوف قالوا ايه. يعني الفعل قال لك ايه، انتبه من نومه او غفلته. اوكي. ان واحد وعى يعني كان نايم وصحي. تعالى نجمع الحاجات كده خلاص. الفهم وسلامة الادراك.
خلي بالك الكلام بيبقى هنا ما بيبقاش بيبقى دقيق، يعني سلامة الإدراك غير الإدراك، فاهم؟ سلامة الإدراك. سلامة الإدراك يعني مدرك كويس يعني. أوكي. المدرك إدراك سليم. اوكي في واحد مدرك حاجة بس الإدراك بتاعه غلط. حلو. شعور إن الكائن الحي ده في علم النفس بما في نفسه وما يحيط به. نايس. اللي هو الكونشسنس. لا صح، هي فعلا ده معناه. بعد كده اللاوعي ميول، مشاعر، عوامل كامنة في باطن الإنسان لا يعيها الإنسان، يعني هو مش حاسس بيها. ده العكس. ما ده اللاوعي هو. اوكي. حلو يعني هو عامة توبيك يعني حساس ومعقد شوية يعني شويتين. يعني احنا مش بنتكلم في علم نفس، احنا بنتكلم في الريفلكشن بتاع الكلمة اللي كلنا بنحسها. فكرة ان انا مش حاسس بالموضوع، يعني كأن الكوباية دي انا مش شايف الكوباية دي اصلا. يعني الوعي معناه ان انا اكتشف انه في كوباية، وقمة الوعي ان هي لونها احمر، وان هي فاضية، وان هي بتعمل صوت، وان هي لو وقعت هتتكسر. ابعاد الفهم هو ده يعني اللي انا بحسه في كلمة وعي. فاحنا ليه سميناه وعي؟ لان احنا مش شايفين، احنا مش شايفين، فمش فاهمين، فمش مدركين. فبتلاقي الناس انا بحس ان احنا مشتتين جدا كبني ادمين ومتخبطين جدا. تخيل بقى الفرق ما بين الشخص الواعي واللي مش واعي، ده فرق شاسع، فاهم؟ واحد فاهم نفسه وحاسس بيها، واحد فاهم الدنيا، واحد فاهم الناس، كل بقى حط وعي وفاهم على اي حاجه. واحد فاهم يعني ايه جواز ومدرك يعني ايه واحد مش فاهم خالص بقى يعني ايه شغل. عارف اللي لسه متخرج وعايز يشتغل، انت متخيل وعيه بيبقى عامل ازاي بمجال الشغل؟ انا نفسي اعمل وعايز فاهم. هو بيبقى بعد 10 سنين ايه يا ابني اللي انت بيقول بقى، هو بيقول للي متخرج بيحصل عنده. فعلا بحس موضوع الوعي ده كأن انت الدنيا مظلمه فتحت النور مثلا، او ان انت عامل زوم ان جامد جدا. فشايف بس حته صغيره من الصوره فيرسز انك ترجع ورا خالص. هي كلمه كبيره، كلمه عميقه، وكلمه محوريه في كل حاجه. يعني القرارات تيجي على اساسها، والاكشنز تيجي على اساسها. اي بليف برضو النجاح بيجي على اساسها، والفشل بيجي على اساسها. فهي مهمه قوي في ان اصل تلاقي يعني توابع عدم الوعي واضحه جدا، كتيره جدا. اسئله الناس المره اللي فاتت واحنا قاعدين هنا لما كان في الافتتاح، انا حسيت ان الناس كلها بتسال نفس السؤال، اللي هو ازاي ابقى ناجح، ولو انا مش عارف الاقي حلمي، ولو انا مش حسيت ان كل الاتشيفمنت الدنيوي والنجاح والساتسفاكشن في ان انا ابقى عملت حاجه، وان انا اعرف اللي انا عايزه منين. حسيت كل الناس بتتكلم في نفس الحاجه، وحسيت ان هي الفرق ما بين اللي عارف الاجابه واللي مش عارف الاجابه هو الوعي. يعني هو ان هو دخل له انبوت زياده. هو يعني ايه نجاح اصلا؟ في واحد اصلا يعني مختلفين على مفهوم النجاح اصلا. يعني ايه سكسس؟ صح. القرآن بيقول حاجه، وستيف جوبز بيقول حاجه، بجد النجاح مختلف. يعني طب انت يعني ايه، يعني فهمك ايه عن الموضوع يعني حاجات كتير قوي. فيمكن انت مثلا مش يعني شخص عادي، بس عندك وعي خلاك في حته تانية خالص في موضوع. فده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نفضل نتكلم في حاجات ونجيب ناس يتكلموا معانا. احنا مش هنعمل ده انا وحازم بس. انا لو في حد عنده وعي اكتر مني في حاجه هنجيبه معانا، ما اعرفش هيقعد على الترابيزه بس هيقعد في حته هنا. هنتصرف ان شاء الله. هنتصرف. حازم دايما بيتصرف ما بيغلبش. عشان كلنا يبقى عندنا وعي. صح. وعي بقى في التربيه، وعي في الجواز، وعي في الدين، في الشغل. وطبعا كلها عشان احنا مسلمين عايزين عندنا وعي، مش عشان احنا عايزين نعيش الحياه صح. احنا عايزين مسلمين عندنا وعي بيعبدوا ربنا في الحياه دي. صح. انت عارف في حته برضو يعني انا بحس انه الوعي هيقعد يزيد عندك لحد لما بوعيك ده تستوعب الفرق بينك وبين ربنا. عارف يعني لو انت مستوعب كل حاجه حواليك ووصلت لاقصى جمدان في الوعي والادراك، وان انت ملم بمشاعر الناس اللي حواليك والدايره اللي حواليك ومظبط، وحسيت بقد ايه انت جامد
وقد ايه انعكاس ده الايجابي حواليك، تستوعب انه ربنا اكبر من كده كتير، عارف، وان هو الليفل بتاع الوعي بتاعك مهما زاد، فانت اصلا في ليفلز انت عمرك ما هتدركها، صح، عارف، وان انت بفهمك بالميكانيزم بتاع الوعي بيشتغل ازاي، اللي هو انا بيخش لي انبوتس فبشوف، عارف، وباكسبيرينس حاجات فبشوف اكتر، فده بيخليك تستوعب انه الحياة اصلا ليها حدود في كم الانبوتس اللي بيخش طبعا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم في ادراكنا وفي وعينا. ماشي. فانت في حاجات خارج ده انت اصلا عقلك مش هيبقى مش مهيأ ان أيوة هو أيوة. يستوعبها. انا عايز قبل ما دي تطير، لان لسه سامع فيديو لحد قال حاجه في الموضوع ده، هو قال جمله بس، او كمل خلاص مش هنساها ان شاء الله. لا قشطه انا خلصت يعني. بص، اصل انا لسه كنت بدي درس الفتره دي في سوره ياسين، فاول ايه بعد ياسين يعني القران الحكيم، فانه ربنا وصف القران بذا الحكيم. دايما قال بتبقى معناها كل الحكمه، فاهم؟ إن القران هو الحكمه بس، مفيش حاجه غيره اصلا. فهي نابعه من اللي انت بتقوله ده، انه انت دلوقتي فهمك للدنيا دي او نظرتك ليها. انا قريب قوي لما جيت اطلع كلمه للموضوع ده، يعني ما لقيتش غير انت مركزيتك ايه، انت بتبني الانبوتس بتاعتك منين. يعني انت دلوقتي فتحت عينك، فانت عندك تصور لنفسك، تصور لاصحابك، تصور للدنيا، تصور للفلوس جاي منين، تصور انت بقى جبته منين. انت عندك التول اللي هي العقل، عندك الاداه اللي اسمها العقل، اشتغلت بناء على اللي جالها برضه. يعني هي ما اشتغلتش الا لما في انبوتس جات لها بالظبط. جات منين برضه؟ فلما تيجي تبص للانبوتس، المركزيه بتاعت الانبوتس، يعني السورس اللي طالع منه كل الانبوتس، هتلاقينا اهلي، اللي بيسموه نيرتشر، اللي هو اهلي والانفايرمنت اللي حواليا والناس، المجتمع، البني ادمين، معاه بقى شويه نتفليكس مثلا وافلام واغاني، معاه شويه فيسبوك واونلاين وبوستات ومقالات، معاه شويه انفلونسرز بني ادمين عمالين يتكلموا وبيتكلموا عن الدنيا وبيتكلموا عن النجاحات، بيتكلموا عن الفلوس. يعني هي دي الانبوتس المركزيه دي. انما في بقى مركزيه تانية خالص اسمها ايه، ان اللي انت قلته ده، انه العليم، فاهم؟ اكتر واحد عنده علم، اكتر واحد عنده حكمه. الجمله دي بقى هي اللي انا كنت عايز اصلحها لنفسي. اكتر واحد عنده حلم. ربنا قال في القران ايه؟ حلم، علم. ربنا قال في القران ايه؟ والله يعلم وايه وانتم لا تعلمون. لا تعلمون، مش عندكم علم قليل وانا عندي بقيت. هو اصلا كانت عجيبه جدا ان ربنا بيقول انتوا ما بتعرفوش. يعني مش انتوا علمكم قليل قوي. اوكي. فربنا قال في ايه تانية: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قال كده، بس الايه دي بياكد بقى فيها انه ايه. بس ده مقارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ايه؟ لا وما اوتيتم جمع يعني، لا مفيش مشكله. تمام. بس قصده ايه هنا الايه بتقول ايه؟ انه في حاجات انتوا تعرفوا منها قليل قوي، في حاجات انتوا ما تعرفوهاش. يعني انتوا مش هينفع انتوا مش تعرفوها. عارف اللي هو قصه موسى والخضر، الغلام اللي قتله الخضر، قتل غلام. الغلام ده هو قتله ليه؟ عشان كان هيبقى كافر. طب دي مستحيل نعرفها. يعني دي يوم القيامه ابوه وامه هيلاقوه داخل معاهم الجنه، ايه ده؟ اصل ده كان هيبقى كافر. دي مستحيل يعرفوها في الدنيا. ففي حته انت مش هتعرفها لو عملت ايه بقى. وانت مش كوعي انت مش هيحصل لك الا لو ايه، الا لو ربنا اللي علمك، الا لو ربنا اللي وعاك، الا لو ربنا اللي عرفك. فالخبره بتاعت كل اللي احنا قلناهم دول قد ايه مثلا؟ يعني انت متخيل الخبره لو جمعتها على بعض؟ مش يعني بيقول لك جمعها حتى، يعني قال يعني انت كل الناس دي خدت خبراتهم في مقابل بقى الخبير اللي هو اللي موجود من الازل اصلا. يعني في فرق شاسع ما بين المركزيه دي والمركزيه دي. مركزيه انه انا بتعلم منه وهو اللي بيعلمني وهو اللي بيعرفني، اللي هو اللي عنده الحكمه. هو قال كده كلامي ده هو الحكمه المطلقه، مفيش غيرها اصلا. وما بين مركزيه البلاعه دي، قلت لك ما لقيتش اكسبريشن غير البلاعه. ليه؟ لانه اللي ما خدش من هنا بيقول العكس، بيقول الغلط، بيقول حاجه مختلفه. definitely. يعني الاصل فيا ان انا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ده الديفولت.
وجعل لكم السمع والابصار والافئده، دي اللي هي التولز اللي هتاخد الانبوتس. فانت ماشي لو ما خدتش من هنا انت بتاخد يعني ربنا سمى ده النور وسمى ده الهدى وسمى ده الرحمه، فانت بتاخد من الايه، من الناحيه التانية، من الظلمات ومن التيه ومن الضلال، اللي هو بقى لو بنتكلم بشكل اعمق الشيطان متدخل فيها كلها. كويس. ففرق كبير ما بين اللي عنده وعي البلاعه اصلا اللي هو يعتبر برضو عايش وهم. يعني في ناس زي ما قلنا مفهوم النجاح هو متأقلم جدا وبيتكلم وبيلكتشر، بس هو ممكن يبقى مفهوم النجاح عنده ان انت معاك فلوس مثلا. صح. فيعني فاهم المشكله جايه منين؟ المشكله جايه اصلا ان احنا يعني هنقول ايه، وعي مركب. انا اصلا او جهل مركب، انا مش مدرك ان عندي ازمه، انا مش حاسس ان انا مش شايف الكوبايه اصلا. انا لسه عايز حد يقول لي على فكره في كوبايه ولازم تعرف هي فين وكده. ده ليفل. الليفل التاني ان انا مين اللي هيكلمني عنها، مين اللي هيخليني فاهم فده ليفل تاني وليفل اساسي بقى. يعني دايما الواحد مثلا ايه يعني معلش الكلام ده عارف كتير قوي اللي هو ازاي طيب بص عايز اقولها بطريقه المهم يعني ازاي طيب الغرب اللي هم اكيد اذكى مننا مش في الاسلام. الجمله دي وهي جايه ده واحد ما سالش السؤال ده لربنا في كلامه، فربنا قال له عادي. وانا بسمعها كده دايما بحس بنشاز، يعني دايما مركزيه البلاعه دي بيبقى فيها نشاز، ما انا بسميها كده عشان انا حاسسها كده، هي حاجه ضربه كده بتطلع انتوا ايه اللي بتقولوه ده. انا مش بتكبر، انا نفسي انا نفسي بقول ايه اللي بقوله ده. اللي هو اللي اكيد اذكى مننا، انت ليه قلت هم اذكى مننا؟ فاهم يعني الجمله اولها فيها حاجه كبيره جدا غلط. مين قال لك ان هو اذكى مننا؟ هم عشان لا شكلهم مثلا نضيف يبقى يعني في حاجه غريبه جدا طلعت. وبعدين انا قايل له طب ما انت يا ابني عارف انه المذاكره صح وبترضى تختار ما تذاكرش، مش معنى انك غبي ولا انه المذاكره غلط. شكرا. ده ايوه ده هوا، في حاجه اسمها هوا يا ابني. فالقران يقول لك في حاجه اسمها هوا، بتبقى عارف الحق وتوافق انك تسيبه بمزاجك عشان هواك مش عشان هو صح ولا غلط. فالقران بيسهل لك دي جدا، بيعرفك الوعي انت ليه ما مش عارف حاجه كتير بقى. انا بديك مثال يعني صغير قوي، الفرق ما بين اللي هنا واللي هنا. فهو هدف البودكاست ده ان احنا نساعد نفسنا يبقى عندنا وعي عشان نعيش صح، بس من خلال العليم الخبير، يعني من خلال بقى يعني طبعا الواحد ما بيقولش انه فاهم كل حاجه او فاهم كل حاجه صح، بس يعني احنا فاضيين. هو يعني انت جيت قلت لي انا عايز اعمل بودكاست عشان اتكلم مع الناس كويس صح، وانا قلت لك عايز اعمل بودكاست معاك عشان اقعد معاك نتكلم. أيوة. عارف، فانا فعليا انا مش فارق معايا الاوتبوت. أيوة. انا فارق معايا ان انا اجي اقعد اتكلم اكسباند الفكر بتاعي، ازود الوعي بتاعي، اقعد اتعلم حاجات جديده. عارف، فانا القعده دي بالنسبه لي اهم من المنتج. فانا فعليا مش فارق معايا ان وانا نفسي نجيب ناس يعني فعلا زي ما قلت لك كل فتره نجيب حد يبقى يقدر يضيف، لانه في ناس اكتبوا في الكومنتس يا جماعه عايزيننا نتكلم في ايه. في ناس تكتب حاجات احنا برانا يعني. صح بالظبط يعني كده. انا بلمس حوار الوعي ده في يعني انت بتقدر تلمحه في الناس من غير ما تتكلم معاهم. يعني مثلا واحد كان تحت من كام يوم، انا شايفه معدي الشارع او خارج من المقله اللي تحت وقاعد بيأزز لب وبيتف اللب على الارض، وهو شكله يعني شكله محترم، يعني شكله مش عارف ماشي، ولابس لبس معين ولابس بوت بتاع جيش كده غريب. هو مش جاي، هو أيوة بوت ستايل كده يعني. فاللي هو في حاجه مش راكبه، اللي هو انت في ايدك بالظبط. انت في ايدك ان انت تبقى احسن من كده، بس انت مش فارق معاك الناس. عارف حوار مش فارق معاك الناس دي اللي بتحسسني ان هو مش ملم بالمحيط بتاعه. وبعدين بعديها بدقيقتين رحت لقيته قاعد على عربيتي. عارف، خب بقى تعال. فاللي هو انت فعلا عايز اقول لك حاجه، انا برمي في الشارع ساعات، بس مش هرمي كان بيبسي مليان. عارف انت برضو الناس اللي بترمي كيس ماكدونالدز فاضيه. لا يعني ممكن ارمي منديل مثلا يعني. انا بعترف بس عشان انا حابب ان انا ابقى بظهر على حقيقتي كويس. بس هي دي بتدل على ان انت
ما هو انت بتعمل ده وانت مش واخد بالك باثره. ايوه فانت مش واعي ده مش هيزعل شايف مين فعلا ده هيعمل ايه بالظبط. بالظبط. صح. ودي حاجه مراتي بتزعل مني، بس انا يعني بحاول اغيرها وهي معايا عشان ما عشان يبقى رياء. بس لا عارف اللي هو بقى يعني انا قصدي اللي هو وسخ ايه. عربيتي وسخ الشارع. اوكي انا غلط، بوسخ غلط. انا بوسخ عربيتي صراحه. غلط. انا بحس ان هو الوعي بينعكس يعني. انا ما اقدرش اقول ده بشكل مطلق، بس بحس ان هو بينعكس على الناس في المقام الاول، عارف يعني. انت كل ما بقيت واعي اكتر كل ما نفعت الناس اكتر بشكل مباشر. طبعا. زي ما انت قاعد بتقول على الكوبايه دي، it's all about ان هو ايه، ان انت ماشي انت شايف حد قاعد فمش ماشي بتعمل ايديك كده وبتخبط فيه مثلا. بص هي العكس definitely يعني مستحيل تساعد الشخص قبل ما تبقى انت عندك وعي. يعني مستحيل تأثر عليه بالحاجة اللي انت فاكر. يعني واحد مثلا تلاقيه مثلا بيعامل ولاده غلط، هو مش مدرك بالمشكلة اللي عنده بتاعت مثلا العصبية او بتاعت ايا كان، فخلاص كده اكيد هيحصل مشكلة مع الناس. لو قصدك كده انه انت مش حاسس بالمشكلة ايوه فبتتصرف بيها، فانت بالعكس ساعتها حتى لما حد يقولها لك خلي بالك في نقطه مهمه قوي، المعرفه غير الوعي. ودي حاجه بتبهرني في نفسي كل ما اطلع ليفل في الوعي في حاجه، ان انا ممكن ابقى بكلم الناس عن حاجه ما عنديش وعي بيها بس عارفها. ايوه انا بقولها ما عنديش وعي بيها. خليني اقول لك مثلا زي ان انا مثلا اقول لواحد انت مثلا في البر مثلا محتاج ان انت عاطفتك تظهر مثلا مع اهلك، وانا اصلا عندي مشكله في الموضوع ده ومش شايف ان عندي مشكله في الموضوع ده وفاكر ان انا يعني فاهم تمام. اوكي بعد شويه انا عندي مشكله في الموضوع ده، انا اكتشف انه انا اصلا بقول للناس الحاجه اللي عندي. في فرق بين انا بعرف ان انا عندي وبين انا مش واخد بالي خالص وبتكلم فيها، فانت تبقى عارفها يعني تبقى عارفها وكل حاجه، بس تبقى ايه مش واعي بيها هي فين من المحيط اللي حواليا، انا عندي منها قد ايه. دي من الحاجات اللي انا بقول لك بنبهر ليه بقى، لأن مثلا ممكن دلوقتي لو انا بكلمك الفتره دي انا بحاول اصلح حاجه في نفسي انا بقالي 10 سنين بتكلم فيها والله العظيم ما بهزر. ايوه والله في كتاب كده بقراه دلوقتي اسمه The Gifts of Imperfection. فانا عندي مشكله في المثاليه. انا عندي فيديوهات عن المثاليه كتيره جدا وتعرف يعني تتكلم فيها. لا يعني وممكن واحد يكون حل مشكلته بس انا مش عارف انت عندك انت اللي عامل فيديوهات أصلاً. ايوه انا عاملها يعني عاملها وحلوه يعني وتعالى واكلمك فيها وانصحك وعارف انه عندي مشكله ماشي. بس ليفل الوعي بتاعي مش ديب لدرجه ان انا يا نهار ابيض انك تلمس انا عندي مشكله انك ان انا اشوفها زي ما بقول لك كأن في حاجه اسمها كوبايه، يعني ده اللي انا حاسه. انما ان انا هي ما اعرفش الكوبايه طالعه ولا ان انا اشوف الموضوع بشموليته اللي هو الانلايتمنت ده اللي بيسموها كده تنوير. دي حاجه انا دلوقتي بحاول يعني انا عامل زي اللي بينور واحده واحده. انت كل بقى ما تقرر تدرك حاجه وتبذل فيها وقت وتوبزرف وتدعي وتتناقش مع حد، انت عمال تتناقش. انا لسه اصلا ما وصلتش للنور التام طبعا، بس انت متخيل ان انا بقالي 10 سنين عارف حاجه ومش واعي لحقيقتها عندي وبالتالي ما عالجتهاش. يعني عمال اقول لك يلا حازم الساعه 2:30 لازم نبدا والحاجات دي وانا ما عالجتهاش. انت بتوترني فعلا. انت عارف ان انا ما عنديش حاجه بعديك يعني النهارده ما عنديش حاجه بعديك يا ابن اللذينه. بس انت ايه حوار الساعه 4 اللي انت موترني بيه ده؟ عشان انا عندي سيستم مضطر التزم بيه. قلت لك انا الشخص اللي هو اللي بيعبد المثاليه ده هو بيعبد المثاليه مش اللي هو دي حاجه جامده عشان حياتي تبقى احسن، انا مضطر ليها. يعني اللي بيوصل OCD هو مضطر ليه، هو مش اللي هو انا يعني انا قاصد كده عشان تبقى نظيفه ايدي، ولا هو مضطر. perfectionism احد توابعها الOCD. فخلاصه الموضوع ان انك عارف حاجه غير ان انت واعي خالص. المعرفه دي ليفل سطحي جدا بعد ما الانبوتس دخلت اللي هو يعني، انما الادراك ما هو انت قاعد البصيره ما ثواني اصل انت قاعد بتانترتشينج في الكلمات براحتك. عارف اللي هو انت قلت وعي وادراك، ما هو اكيد في فرق بينهم. ما هنرجع بقى للغه عشان نعرف
انا مش عارفه بس برضه على فكرة. ماشي ولا انا، احنا بنقول الكلام صح، وعي وادراك وتنوير بس قصدي العلم والمعرفه حاجه، والحاجات دي حاجه تانية خالص. اوكي. ده اكيد يعني يعني ده اكيد قصدي، وانا بقول لك اهو انا بتكلم وفي حاجات بعد سنين اكتشف انها عندي. مم. قال لك الادراك ادراك متأكد ان هي تبقى حاجة هتعقد الموضوع اكتر. نضج. ادرك الثمر، يعني الثمر ايه؟ نضج. ادرك الولد يعني بلغ. ادرك فلان بلغ علمه اقصى الشيء. مم. طبعا احنا محتاجين حد بتاع لغة هو اللي يقول لنا. لا يعني انا دلوقتي بص، يعني ادرك يعني وصل، يعني جاب الاخره، ماشي. جاب الاخر، بلغ الشيء. حلو. فبروبلي بقى دي بقى الحته كمال الوعي دي اللي لازم، لا مش احنا اللي نقولها دي. انت بتتعلم لحد ما تدرك الحاجه فيحصل لك وعي، يعني ممكن نقول كده عادي يعني. مم. بس هي واضح انه انك تعلم حاجه غير انك تدركها انك ايه؟ مم. انك تعرفها كلها. فغالبا الوعي بيجي بسبب العلم، بيجي بسبب المعرفه. ايوه يعني الوعي ما تسالنيش بقى، ما تخلينيش بقى اعوق اكتر من كده، انا مش ما عارف. اعرفش. يعني الوعي بس ده بس حلو، انا اتعلمت كده ان الادراك معناها ايه؟ العلم المطلق. يعني ثانية واحدة، انت هندسة طبعا صح؟ وانا كمان، بس احنا ملناش اي علاقة بالحوار، فاللي انا هقوله ده غالبا مش هنوصل بيه لحاجة. ماشي. يعني احنا بنفكر كمهندسين بس. الادراك فاكتور في الوعي. مش عارف مين فيهم ماشي مع التاني، بس يمكن ده ماشي مع ده. يعني كل ما تتعلم كل ما توعى، فكل ما تدرك كل ما يعني انت شفتوا الهبده دي يا جدعان؟ مش اخر عارف. 5 دقايق دول اللي عايز يطلع يقول بصوا الناس اللي بتتكلم من غير احنا بنقول ان احنا بنهبد ومش عارفين، بس يعني لازال في ليفل ما بين انك تعرف الحاجه وبين انك ايه. فكره المعرفه هي دايما حاجه مبدئيه جدا، زي الفرق بين المعرفه والايمان. ماشي. انا عارف ان ربنا موجود، بس ايمانك انه يعني انا عارف ربنا قوي، ايمانك بيها ده ليفل تاني. المعرفه ليفل مبدئي دايما. الوعي او الايمان او ايا كان في حاجات كتير قوي مترتبه على المعايشه بتاعه المعرفه دي وكترها اللي هو العلم اللي هو الادراك. فالمهم ان هي يعني كلها مصطلحات، خلينا نقول ان هي يعني الادراك حاجه اعمق من الوعي شويه. مش عارف، مش انا خلاص يعني انا هقف. انا هقف والحلقه اللي جايه هكون سالنا حد يعني. أوكي. هنجيب حد بتاع لغه كده، مش هنجيبه يعني، قصدي نكلم حد. انا ممكن يبقى عندي حد دلوقتي، مش هكلمه دلوقتي يعني، بس عندي حد برجع له دايما هساله يعني، ويقول لنا بالظبط مين فيهم مبني على مين وايه علاقتهم بس الاكيد انه في ليفل سطحي من انك عرفت حاجه، في ليفل عميق من انك شايفها وعايشها وده بيحصل لنا كلنا. يعني كلنا بنقول حاجه، ممكن عارف تلاقي واحد يعني ساعات الاقي مراتي كده بتكلم واحده صاحبتها وبتنصحها في حاجه، انا يعني ما هي عندك، وهي عارفه انها عندها، بس هي دلوقتي عندها يمكن ما اعرفش بقى ليفل من ان هي تعرف تنصح، بس في ساعات تانية احساسها بالموضوع وادراكها ليه مش ايوه مش وهو برضو مش مانع ان انت تنصح حد ان يعني مش لازم تكون انت لا مفيش خلينا مفيش علاقه، مفيش حاجه مترتبه على حاجه، بل بالعكس اللي بيبقى عنده وعي ان انا مثلا انا عندي مشكله مثلا في ان انا كنت بطلع على الفيسبوك واعمل الفيديوهات ليه، مش معنى كده بقى ان انا ايه انه المشكله مش عندي خلاص، لا انا بس شايفها فعارف اتعامل معاها. أيوة. مش ان انا بقيت يا جماعه الشخص اللي ما عندوش يعني الوعي مش معناه ان المشكله تختفي، انا عارف اتعامل معاها صح وشايفها وبتعامل معاها اصلا. اوكي. الادراك معناه ان انت تمكنت، الادراك معناه انك تهبد بعد ما تعرف. مش عارف، بس حلو يعني قمه العلم او العلم الفول مدرك دي حاجه حلوه يعني. ربنا يقول لي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. محتاجين نرجع بقى للايه ونعيش شويه معاها، بس خلاص مش كل شويه امسك الموبايل. طيب فاحنا ده السكوب بتاع البودكاست وكلمه وعي والامبريلا اللي احنا هنتحرك فيها ان شاء الله. وات ايلس؟ في حاجات كتير جدا يعني، في حاجات كتير في نشوف الناس لو قالوا حاجه في برضو. بص هو احنا برضو لمسنا في النقطه دي كذا مره، بس عايزين برضو نقولها صراحه. وهي فكره انه السيلف اويرنس، عارف ان اللي هو الوعي بالذات، او ان انت البدايه اصلا المفروض ان انت ترجع لورا، عارف
ان انت تكتشف نفسك. طيب انت مش معايا؟ لا بالعكس، اوكي انا راجل مالتي فانكشن، تمام. عندي وعي. مفيش حاجه اسمها كده. لا انا كده. يعني انت اللي بيضايقك في الناس اللي بتسأل اسئله مش فعاله، خلينا نسميها مش فعاله يعني. وانا كمان يعني ان هم بيبقوا مش ما عندهمش وعي بنفسهم، عارف. فانت اصلا لما تروح لحد علشان تنتفع، انت مش هتعرف تنفع نفسك غير لما انت تكون اصلا عارف نفسك. ماشي صح. وكل لما عرفت نفسك اكتر، كل ما بقى عندك ادراك. ما انا مش عارف بقى ادراك ولا وعي، مش بس هي بتتحس كده يعني بتتحس ان هي وقتها دلوقتي بتحس ان انت عارف تتعامل مع الحياة اكتر. فمثلا لو انت مثلا يمكن اللي مخليني ظابط شويه في الثيرابي ان انا عارف نفسي. عارف، فده مسهل جدا البروسيس. أيوة. مسهل جدا الموضوع. ماشي، بس هي برضو مش عارف نفسي بس، يعني عارف ربنا. دي حاجة مهمة جدا. يعني في ناس مش قادرة تفهم هو بيعملها ليه وازاي. انا حاسس ان دي بتيجي من خلال دي، عارف. يعني معرفة ربنا بتأدي ان انت تعرف نفسك، او على الاقل الحاجات الاساسية اللي بتخليك تعرف. ماشي انت ايه. ماشي متفق معاك، بس هما هي زالت سيكشنز مختلفة. يعني ان انا ابقى عارف، ابقى عندي وعي او عارف ايه هي الدنيا دي، هو ده سؤال. أوكي. يعني دي حاجات منفصلة، ممكن عايز تقول بتصب في بعض، مش معترض يعني. عايز اقول ان هي تابعة لبعض بشكل ما. ماشي، مش ما عنديش مشكله احطها كلها في سله واحده في الاخر. عامه انت عندك حق، لانه بس يمكن احنا متاثرين ايوه terms ايوه. انا كنت اقول لك ايه في الاخر يعني. انه وعي واويرنس ودي مرتبطه بالسايكولوجي والكوتشنج والويل بينج لا ده موجود. ده هو اصلا هدف القرآن، ان انت تعرف وان انت تتنور وان انت تهتدي لايه؟ تهتدي لانك يعني هنقول اللهم اهدني لاحسن الاخلاق. يعني انك ازاي اصلا تتصرف مع الناس. طب ما هو ده ايه؟ ما هو الاخلاق دي هي اللي هو الرفق واللين والصبر والحكمه يعني ده هدف القرآن، اللي هو ينور لك عشان تعرف تعيش. يعني ربنا يقول افما يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده هو الاسلام، اللي هو الطريقه اللي ربنا عايزنا نعيش بيها في كل حاجه. احنا طبعا متاثرين جدا انه الكلام ده مرتبط بحته، انما عشان كده بقول لك لا، هو احنا بنتكلم في كل حاجه. يبقى عندك من الاخر كده لو هي مركزيه البلاعه، فانا هشيل دي وارمي كل ده في الزباله، وابدا اقول لربنا قول لي يعني قول لي انا مين، وقول لي يعني ايه الصح والغلط، صح. وقول لي ايه المعايير، وقول لي ايه النجاح، وقول لي ايه السعاده، وقول لي كل حاجه. احنا بص، دي برضه جمله سمعتها قريب. احنا مؤمنين جدا ان انا بروح له عشان الرزق والفلوس والصحه وكده، احنا عارفين قوي ان احنا محتاجينه في دي. بس بننسى بقى ان انا محتاجه في ايه، في الحاجات التانية دي، في انه يا رب انا عايز اعرف حجم الشغل في الحياه. يعني بنحس انه دي ايه، مش يعني انا ممكن اعرفها انا، انما الرزق يا رب الرزق، انما يا رب فهمني. صح. وفهمني ايه يا رب؟ فهمني ازاي ابقى زوج صالح. دي يا عم قشطه هعرفها يعني. اصلا انا هعرفها لوحدي يعني. انا هبص كده هقوم قايلها. وكأن في توبكس مالهاش دعوه بالدين، كأن الهدايه او بربنا او الرزق او العطاء يعني. او كده هي حاجات ماديه معينه، انما هي كل حاجه. بالذات كنت سمعت درس حازم شومان كده على اسم الله الهادي، فهو كان بيقول انت محتاجه يهديك في ايه. فهو جاب جوانب ايه ده. صحيح فاهم. انا محتاجه يهديني في نفسيتي اصلا. هو اللي خلق النفس يعني. واحد يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق نفسي، وهو اللي عارفها، والخبره اللي قعدنا نقولها دي كلها. يبقى اكيد اكتر واحسن واحد يخليني عايش نفسيا صح وصحي. بس دي حته لا فاهم، شلناها كده. هتلاقي بقى موضوع الهدايه ده، الالفاظ بتاعت اهدنا والهدايه هتلاقيها داخله في حاجات. هو جاب امثله بصراحه جامد جدا يعني. ربنا يقول لي وهدوا الى الطيب من القول. يا رب خليني اعرف اتكلم. فاهم بقى هو عمل ايه؟ هو جاب مشتقات الهدايه ربنا قالها فين في القران والسنه يعني، وبدا يقول انت محتاجه يهديك في كذا، محتاجه يهديك في كذا. فيعني مش بس
يعني عايزين نخرج، عايزين نكبر الدايره شويه مم. منها. دي ما دي برضو من عند ربنا، ودي من الحاجات الكوميديه جدا. انه ايه، انا بروح لانسان درس 6 سنين مثلا، فاهم، في اوكسفورد مثلا، ولا في ايه 10 سنين، يا عم بقاله 10 سنين بيدرس ويقرا ورا 100 كتاب، وعلى انه ده اللي هيقول لي انا مين كنفس بشريه. يعني انت متخيل الفرق؟ عشان كده يعني ما بقولش الحاجات دي يعني ما ينفعش نبص لها او بتاع، بس الحاجات دي يعني تساوي ايه لو ربنا اللي فهمني انا مين؟ تساوي ايه؟ تخيل اللي خلق، اللي هو اللي عارفك اكتر من اللي بيكتب. اكيد اللي بيكتب مش عارف نفسك، فتخيل بقى اللي عارفك، اللي عملك، اللي عارفك هو اللي هيقول لك. فيعني دي احد الحاجات اللي لازم بقى يا جماعه نغير وعينا فيها الحلقه دي. انا بحس انه ممكن حد يفهم كلامك، اللي هو يعني انا مثلا ارمي اسباب الدنيا في اكتشاف نفسي. انا لسه قايل من شويه، انا بقرا كتاب، فاهم، The Gifts of Imperfection بتاع واحده اصلا مش مسلمه، بس ايه يعني انا بقراه عشان انا حاسس انه ربنا اللي قال لي اقراه. اوكي. يعني انا اللي خلاني اروح له انه القرآن مش بيتكلم في تفاصيل القرآن ما بيتكلمش فيها. بيتكلم في اصولها، بيتكلم في عمومها، فاهم قصدي؟ فده اللي بيخليني اروح ليه مثلا حاجه زي دي، بس مش العكس. مش انه هما ده المصدر يا جماعه. ايوه طبعا. لا ده بالعكس، ده انا ساعات بص انا فاهم كويس جدا قصدك. انا بس حبيت اوضح. انا فاهم. حبيت اوضح. معلش انا لو، ودي الحاجات لما انا كنت زمان عايز امشي في الاتجاه ده، ما اعرفش بقى اتاثرت بالترند برضو ولا ايه، بس كنت عايز امشي في الاتجاه ده. فالشيخ احمد منعم كان بلاش. طب ليه؟ قال لي عشان انت البيز هنا مش قوي، فانت هتتحول للموديل ده. انت كنت فاكر البيز قوي؟ وهو عايز يقول لي انه الموجه دي قويه قوي، محتاجه بيز اقوى. فالموضوع كان ايه، انت بتقل طب قوي، اهم حاجه ده يقوى. طب مش كان يعني دايما كده. ففعلا ساعات انت بقى وانا بقرا نفس الكتاب ده الاقي ايه، الاقي البلاعه في النص كده، فاهم، الاقي ايه يا ست اللي انت بتقولي ده، الاقي كده، والاقي كلام كتير جدا كويس. صح. دي مش سهله. دي في ناس برضو، معلش برضو، في ناس فاكره ان هي بسهوله انا هروح لهم واعرف اللي هاخده واخد يا سلام. طب انت يعني دي مش سهله. انا بقول لك انا ساعات، وانا بقول لك انا بقرا الكتاب ده وانا بتناقش فيه مع حد عشان يقول لي يا ابني اهدى، ايه اللي انت بتقوله ده، عشان هو كمان يساعدني. احنا بنساعد بعض ان احنا يعني تتجنب الالاشات. ومش ان انا في ناس ايه بقى، لا انا اصلا ده برضو قله وعي، انه ايه وعي بانه ايه، انت مدرك ان انت مش هتعرف تفرق، وانك هتفهم غلط، وانك لازم يبقى عندك المنبع ده تبقى قوي جدا ومستمر وشلال. يعني ده يبقى حنفيه، ده شلال، عشان لما تقرا في مثلا التربيه الايجابيه او كده، يعني عارف تقيمها اصلا. انت تقيمها منين؟ ايوه. طب ما اقراهاش خالص؟ لا طبعا نقراها، بس يعني دي طبعا معادله صعبه. ففي الاخر لا انا بقرا الكتاب ده، بس حاسس انه اللي بقول لك اللي خلاني اقرا الكتاب ده هو يعني اجتهاد معين من ان ربنا يعني فاهمك يريد ده. انا فاهم يعني انت قصدي ده مراد ربنا مني ان انا عشان اتحسن اعمل ده. وعادي ان انا ابقى غلط. يعني اهم حاجه بس ان احنا ايه، ندي مساحه لدي. عادي انا بجتهد، وربنا مش بيحاسبني على النتائج، وبيحاسبني على نيتي واجتهادي. والله يا رب انا حاولت افرك عشان فعلا اصلح في نفسي. فخلاص الرك على الصدق يعني. ده الفاكتور الاساسي اللي لو موجود عندي هعرف هخش الجنه. بس هو عزيز، يقولك الصدق عزيز اللي هي بمعنى نادر، يعني رير. عزيز مش اي حد يعرف يوصل له يعني. تيجي ناخد حاجه من حاجه الناس؟ ماشي. حاجه بسرعه كده. انا كنت عايز اخلي الحلقه دي خفيفه شويه. ما انا كنت اقول حاجه لك، عايزين شيخ يتكلم عن الواقع من غير تنميه بشريه ولا نحنحه. ايه يا احمد؟ في يا احمد يا صالح؟ في يا احمد؟ حاضر يا احمد. يا رب، هو اكيد مش قصده علينا صح؟ ما فيش حد هنا بالوصف. مفيش نحنحه هنا ولا مكمل اصلا، ومصمص الشفايف ومكمل. يعني هو شفايف. لا
اللي هو يخليك تعمل كده، عارف؟ يقول لك تمصمص ليمون، تمصمص شفايف، ليها كذا اكسبريشن كده. حاضر يا ابو حميد. ده موضوع مهم ممكن نتكلم فيه المره اللي جايه، بما انه الناس هو انا غالبا انا غالبا يعني غالبا انت اللي هتبقى بتقرا الكومنتس، ماشي عشان انا تعالى نتكلم فيه. عشان متاكد ان هيبقى في كومنتس كتير اللي هو ايه، انتوا بتتكلموا انجليزي ليه، انتوا مسميين تعالى نتكلم فيه. انا الصراحه ده اتغيرت فيه، هقول كلام جديد. بص انا الصراحه هاجمك. انا في حته كده مش قادر استحمل الكومنتس، مش قادر استحمل النقد في الحته دي خالص. الحته دي بالذات. طب ماشي، مالك ومال الحته؟ انا مش عايز اشوفها يعني. غلط يعني. ما هو انا يعني عادي، انت بتمر انت ماشي. في رحله بحث مثلا ماشي. فانا في مرحله بحاول يعني internalize كده، واحاول اكتشف نفسي، واحاول اعرف ليه انا بتضايق من ده. فلا فحساس شويه في ماشي ماشي. على ما يعني على ما هو انا بتكلمش انجليزي كتير، انا بتكلم كتير. طبعا انا بتكلم كتير بس عشان قاعد معاك انت، يعني صديق سوء. ممكن نديها حلقه في مره، لان ده موضوع مهم، وانا اصلا يعني حابب اتكلم فيه، لان انا يعني غيرت ردي او نظرتي للموضوع ده. ولكن يعني عشان بس نوضح حاجه، يعني انا لو بتطلع من كلمه مني غصب عني فاعذرني على ده، يعني دي نقطه مهمه جدا. في فرق ما بين ان انا بقول انه ده غلط ماشي، وما بين ان انا يعني اصل فعلا ان انا يعني اقول لا استنى ما تقولش الكلمه، قول الكلمه، ده مش طبيعي. ده مش طبيعي في دماغك والخلايا العصبيه والنيوروباثز اللي بتحصل. انت بتتكلم خلاص، مفيش حاجه اسمها اختار انهي كلمه اقول دلوقتي ولا يعني ما بتحصلش. وده فعلا في اللاوعي. بس انا بقى نظرتي ايه للموضوع دي ممكن نتفق عليها وتشوفني بقول حاجه يعني حلوه. اوكي، دي نقطه مهمه برضه، اللي بيدافع عنها حاجه واللي بيتكلم عنها حاجه، وان اللي بيتكلموه طب خلاص يا جماعه انا واحد، انا مش عارف اقول ايه، انا هي بتطلع مني كده ماشي. فاهم قصدي؟ في فرق بين الحاجتين دول. اظن الناس هتقدر خلاص يا عم انا قلت فاهم. هو احنا انا تعمدت، انا تعمدت انت قلت ميلو يعني عايم كده مايع زي كده. ميلو يعني خفيف كده يعني بقول لك زي كده. انا تعمدت ان انا ادوس معاك في ان الاسم يبقى عربي بتاع ودي نتيجه ان انا اتغيرت شويه. كان ممكن اقول لك يلا نسميه حاجه سيكرز، دي كانت عجباني. بس انا قلت لك وعي عشان انا غيرت نظرتي، فقررت اولا انا فعلا احنا بنتكلم يعني المره دي بالذات احنا بنتكلم ناس في مصر والوطن العربي مسلمين بيتكلموا عربي، فمفيش اي بقى منطق ان انا اسميها حاجه انجلش. لما يبقى في منطق ماشي، فده مبدئيا. اما بقى نظرتنا للي بيتكلم ونظرتنا للغه وعلاقه ده والعربي لما بنقوش اللي بيحصل ده موضوع ليه يوم ان شاء الله يعني ان شاء الله. بس يعني خليني اقول ان انا واعي بالمشكله اللي عندي كويس، بس مش مدركها. عامه دي قيمه اللغه. يعني احنا لو فتحنا الانجليزي ما فيهوش دي في اللغه. يعني احنا عندنا انه مثلا معنى كلمه ادرك، انه العرب كانوا بيقولوا ادرك الثمر ويبقى قصدهم بيها انه نضج. احنا بنعرف نجيب الكلمه من استخدامها. الانجليزي مش كده. الانجليزي بيرجع لللاتن ويشوف اصل الكلمه في اللاتن ايه، وتلاقي بقى اصلها حاجه غريبه جدا. يعني انا فاكر ولا مش فاكر بصراحه، بس هتلاقي يعني مثلا اللي هو love معناها انك مش عارف ايه the pain، فاهم قصدي؟ هتلاقي ايه ده يا عم، انا مش فاهم، انا مش حاسس ما هو اللاتيني مختلف شويه عن الاستخدام دلوقتي. فدي ميزه العربي، ان انت لما بتبقى عايز تعرف اصل الكلمه بيجيب لك. يعني لسه كنت في الليفل بتاع في سوره ياسين بقول لك انا عمال اقرا تفاسير، فربنا يقول ايه من بين اديم لا فاغشيناهم لا ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الاذقان فهم مقمحون. فانا بقرا بقى فيقول لك هم بيقولوا اقمح البعير. يعني ايه اقمح البعير؟ يعني عيان فعمل كده فهي معناها انه رافع راسه كده عشان هو في حاجه مضايقاه. شوف انت فاهم الحوار في اللغه العربيه رهيب بقى، انك تجيب اصل الكلمه ومعناها. الانجليش ما فيهوش ده. الانجليش لغه بسيطه شويه. طبعا انا عارف. فيعني انا مدرك مدرك بس مش واعي. طب يا جماعه اللي هيقول لنا الفرق بين مدرك وواعي، لو حد يعني
تخصصه لغة عربية ويقدر يقول لنا، هتبقى مفيدة جدا يعني. لغه عربيه وسايكولوجي وفلسفه يعني لا عايزين اصلها في اللغة. بص الموضوع ده حلو. قلة اهتمام المتدينين بالتزكية والأخلاق. الموضوع ده حلو. اوكي حلو يعني، حلو ان انت الموضوع حلو ده ان يبقى في توبيك انا ما اعرفش حاجه فيه يعني. شرح مفهوم العبودية بشكل متوسع وعملي. الموضوع ده برضو حلو جدا. مم. ده ممكن يفتح معانا مواضيع كتير، مش موضوع يعني. أوكي. ممكن انا رايي ان احنا نغير اسم البودكاست لعامر. كومنتات عامر بيبص عليه ليه يا ابني؟ عامر الواعي. لا انا لازلت قلت اهو، انا هقول الحاجه اللي انا ممكن ابقى ايه عارفها بس. الله اعلم والله. اصل احنا كنت هادي درس خلاص، خليني اجي اقول الموازنه بين الانخلاط في المجتمع والتمسك بالدين. حلو 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 حلو. طب هي انخلاط ولا انخراط؟ الاختلاط الانخراط مش عارف بالظبط، بس انا فهمناها يعني مش ماشي. فده برضو موضوع حلو. طب ما بقى في حاجات حلوه اهو. طيب انت بتشوف فين الحوارات دي؟ في الكومنتس بتاعت تويتر دي. انا ما عنديش تويتر، ففتحت الكومنتس في البوست بتاعك. مفهوم السعادة في الإسلام ده برضو موضوع مهم قوي. حلو. ليك فيه يعني ولا؟ في أسئلة بقى جامدة. ايه ليك في الحوار ده؟ مفهوم السعادة اديت فيه دروس كتير. انا والله؟ بقول لك بقى يعني اتكلمت فيه انما ممكن تقول لي انت سعيد؟ ده سؤال مش عارف. حط هنا بقى، حط موسيقى او حاجه في الحته دي، حط حاجه كده دراما كده. هل انت سعيد؟ اظن ان انا يعني هو ده حد سؤال فعلا؟ هل انت لا السعاده بس ده سؤال مهم. هل انت ده سؤال دايما الناس يعني كل ما تساله نفسك تقعد كده انا سعيد. يمكن مش فاهم ايه السعاده فمش عارف اجاوب، مش عشان انا مش قادر اقول شفت الحته دي بقى. حد يقطعها يا جماعه. مش عارف. مش قوي. هل انا سعيد؟ مش عارف، ما اعرفش. تعال نقول هي السعاده. عارف لما تبقى مش عارف اصلا يعني. بص هو يعني الحمد لله في توبكس كتير. الاربع حاجات دول حلوين قوي. التزكيه والانخراط، يعني انخراط عامه. انخراط والسعاده والعبوديه بشكل متوسع وعملي. والفيمينيزم. هل انت فيمينيزم؟ هي يعني احنا هيتطرقوا علينا جامد جدا لو اتكلمنا في الحوارات دي، صح؟ لا احنا هنتكلم على البنات بيكرهوا جدا لما ايوه عشان لما انت الشباب ممكن بيتكلموا في توبكس عشان الشباب بتتكلم. اولا الشباب بتتكلم بشكل غلط، صح. وبتتكلم وهي مش فاهمه، بشكل نظري بحت، وبتتكلم وهي مش فاهمه، صح. لا وبتتكلم بقى وفي بقى في النص الميمز السخيفه. فبالتالي لا انت اوريدي عارف لما يبقى في اتنين جبهتين بيتخانقوا وفي مشاحنه وفي شراره وفي فمبدئيا الكلام كله هيبقى مش حلو. صح. الكلام مش حلو، والشباب فعلا ما عندهاش وعي او ادراك او ادراك يعني. لا يعني انا لسه شايف بوست امبارح اللي هو بتشوفها كتير، عارف اللي هو مان كليك هير وومن كليك هير، عارفها دي وتدوس هنا، عارف دي ولا مش عارف؟ عمرك شفتها؟ بتبقى بوستات كده يعني بتهزر يعني، اللي هو لو انت راجل دوس هنا، لو انت بتدوس فالفول سكرين تطلع لك حاجه ماشي. فجت اللي هو مش عارف مان مش عارف ايه بتاعت البنت سفنجه اللي هو مكانك في المطبخ، عارف دي جمله مشهوره قوي للبنات يعني. أيوة. فدي جمله مستفزه، صح. انا بحب المطبخ جدا. يبقى انت بناتي يعني، انت راجل بناتي. فهو الجمله مستفزه، الطرح مستفز، صح. ساعات كان ينزل بوستات مش عايز اقول لمين، الكلام اللي جوه صح جدا 100% شرعا، بس طريقه الطرح بوظت الموضوع. وهو لكل مقام مقال ولكل رجال حديث يعني. دقنه لونها ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ايه، ما سيدنا علي ما تقول لهمش الموضوع ده كده بالطريقه دي يعني انت عايز تقول انه انت عايز ناس تكذب الله ورسوله، كان يقول له كده تريد ان تحدث الناس ان يكذب الله ورسوله. ليه؟ الطريقه والتوقيت والمدخل انما الموضوع نفسه مفيش مشكله ان احنا نتكلم فيه. وده يدخلنا لنقطه انه مفيش وعي في ايه، في الكوميونيكيشن، صح. يا ريت برضو ان شاء الله الموضوع ده نفتحه
بالذات في بر الوالدين انه اغلب الخناقات انا شايفها اللي في بر الوالدين ان احنا مش فاهمين بعض ومش عارفين نتصرف مع بعض. انا حاسس كده يعني. فنفسي بصراحه نتكلم في الموضوع ده، ممكن حلقه للاطفال للابناء وحلقه للاباء لانه هو بيزعلك عشان هو بيحبك، يعني هو بيحرمك من ده عشان هو خايف عليكي يعني يعني بعد ما بقيت اب I don't believe in this خلاص. يعني حوار ان انت انه ابوك بيزعلك عشان بيحبك او بيضربك عشان بيحبك هالك. لا انت مش معاك. انت عارف كويس ان انت لو اتعصبت على ابنك انت بتعمل كده عشانك شويه. ممكن ده والله ما بهزر، ده ليفل من الوعي. ده ليفل حتى لو ليفل انت شايفه بسيط وعندك، ده ليفل انا بعمل ده عشاني ولا عشانه. ده ليفل انا بعمل ده عشانه. لا انت مش ده عشانه. ازاي يعني؟ صح. لا انت بتابع طب هو عشانه يعمل كذا، ايه ده انا مش عارف اعمله، يبقى انت بتعمل عشانك. ده ليفل من الوعي. صح. وممكن في حاجه تانية اسمها على فكره الطريقه دي. عارف لما الناس تقول احنا عايزين واحد يحكمنا بالمش عارف ايه عشان ده اللي يمشينا، هي الناس دي اغبياء؟ لا مش اغبياء، هو فعلا فاكر انه ده الصح، انه ده اللي هيمشي الدنيا. فهو نفس الكلام، الاب بيبقى فاكر بعيدا عن اي حاجه، الاب بيبقى فاكر انه ايه، انه دي الطريقه الاصح. ما كنتش عايز امنتج بس اكيد هضطر اشيل. لا يا جماعه احنا اللي بيحكمنا زي الفل. اشيل الحته دي كلها. لا يعني فعلا هي بتبقى انت شايف انه ده الصح. فيعني ده موضوع برضه نحب نتكلم فيه. شوفوا يا جماعه احنا جايين لكم بمواضيع كسر السوق. طيب نايس. انا عايز انهي هنا. ماشي. عشان ما تقعدش بقى تحط للناس الحاجات اللي هي ربع ساعه في الاول حازم لوحده وربع ساعه في الاخر حازم في الحاجات دي. لا مش هعمل كده. اهلا بيكم في الحلقه الاولى من بودكاست وعي. انا كنت بعمل الحوار ده عشان اعرف الضيف وعشان لو في سبونسر اتكلم عليه، بس احنا الاثنين يعني مفيش سبونسر. بس لو في ضيف ممكن يعني غالبا أيوة. هنتكلم احنا يعني مش أيوة. يعني قصدي الفورمات احنا مش ملتزمين بحاجه. لا احنا عشوائيين. العشوائيه المنظمه. بالظبط. محمد بيقول كده. طيب يبقى احنا اتفقنا، بس احنا يعني ان شاء الله يعني لسه احنا ما عملناش ولا بيج ولا تشانل ولا حاجه، بس المفروض ده ينزل عليها. اتعمل اوكي. طب هننزل حلقات يوم ايه؟ جمعه؟ انت اللي قول. انا حاسس خلي يوم الجمعه واللي عايز يتفرج عليه في الويكند يتفرج، واللي عايز يستناها للشغل وهو رايح وكده خليها الجمعه. يوم الجمعه خليها الجمعه بعد الصلاه. يوم الجمعه الساعه 1. انت تعرف والناس قاعده بتفطر ممكن اللي عايز يتفرج عليه خلاص مش تفرق يعني. قشطه يا جماعه ما تكتبولناش في الكومنت عايزين الحلقه تنزل امتى. يوم الجمعه الساعه 1 ان شاء الله. وان شاء الله تبقى حاجه اسبوعيه، وهنستنى في الكومنتس المواضيع وكمان الاشخاص لو عايزين نتكلم مع حد معين شايفين ان هو كويس في موضوع معين الاسم ويا سلام بقى لو الكونتاكت انفو والحاجات دي يبقى ظريف جدا. ما هقعدوا يحطوا لنا برده امير وكريم وكده، بس يعني انتوا اللي انتوا شايفينه يعني. واحنا اللي هنعمل اللي احنا عايزينه برضو عادي. طبعا قال يعني في حد حطه يعني. وهنبدا بقى نقول مثلا اسامي فلان الناس اللي قالت، ونقول اسامي فيك ما حدش هيفهم ما حدش هيلاحظ. بس انا قريت كومنتات واقعيه هو اللي هو اللي قال من غير مصمصه ده وكده. احمد صالح كان اسمه. فاحنا اوثنتك يا جماعه. بس كده ولا مصمصه ولا شيوخ. لا انا قال لك مش عايزين طبعا مع حق، ودي مشكله عايزين ممكن نتكلم فيها في مره. والكومنتات جت كتير قوي عن فكره طب انا يعني شايف في الواقع الامثله اللي موجوده اللي بتقدم الدين مش حاسسها، ومفيش عامه فرايتي اصلا، فانا مش عارف اعرف منين ديني او اتعلم ازاي او اعرف صح والغلط او ايه اللي يعني ربنا يحاسبني على ايه. الكلام ده اتقال كتير وقلت لك عليه، ده موضوع. فهو بيتكلم في نفس النقطه ان هو شايف امثله من وجهه نظره فيها مشاكل، وبيقول انا عايز يعني اوصل للصح يعني. ماشي. طيب انت ايه؟ انت اتكيفت؟ انا تمام يعني مبسوط، حاسس ان الحوار طالع زي ما انت كنت عايز؟ بس حابب الصراحه انه يبقى يعني المكالمه بتاعت يوم الخميس دي تحصل. يعني بص مثلا حازم موضوع مثلا المتدينين وكذا زي ما قلنا ولا يبقى في اوتلاين. يعني بص كنا عايزين نخش على حته اللي هي كذا ونتكلم،
مش حابب انه الحته تيجي من نفسها، حاسه ممكن ما تجيش، او ممكن يبقى في حاجات كان المفروض نقولها او ما نقولهاش. اوكي. بس. انا عندي مشكله في ومش عارف جايه منين الصراحه. مشكله البلاننج يمكن انا بتراب منها، بس عادي يعني قشطه، هتعود زي ما انت بتعود نفسك على العشوائيه شويه، انا هعود نفسي على البلاننج شويه. بص هو الموضوع بسيط. انا مثلا هبعت لك مثلا نفترض يوم الخميس. ممكن بس نقول للناس ان البودكاست خلص. البودكاست خلص. كل مره ممكن نعمل كده.